السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. وصفتنا اليوم عبارة عن نوغاتين او لا نوغا لتزيين الحلويات. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاج 50 غرام ديال الجليكوز، غادي نضيف عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي، وغادي نضيف عليها 50 غرام ديال الزبدة نوعية جيدة، اي زبدة حيوانية، وغادي نضيف عليهم 2 معالق ديال لا كريم فريش. انا استعملت هاد النوعيه هولالا. غادي نوضع الكل فوق نار تكون مهيله، وغادي نحركهم حتى تذوب ليا الزبده ويذوب ليا داك السكر كلاصي. غادي نبقى نحرك باش ما يتحرقوش ليا. غادي نخليهم يغليو شويه، يعني حتى يديروا دوك الفقاعات كما هو موضح في الفيديو، ومن بعد غادي نطفي عليهم. غادي نضيف عليهم 120 غرام ديال اللوز ايفيلي. يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الفواكه الجافه، ولا يمكن لكم تستعملوا انواع ديال الزنجلان الابيض الاحمر الاسود على حسب الرغبه. غادي نحركو مزيان حتى يتلبس ليا بداك الخليط. وهنا غادي نضيف عليهم الفواكه المعسله لي فروي كونفي. يمكن لكم توضعوهم في هاد اللحظه، او لا حتى طيب لكم النوغا، يعني حتى طيب داك اللوز، ومن بعد تزينوه بالفواكه المعسله على حسب الرغبه. غادي نحرك الكل جيدا. يمكن لكم كذلك تخلطوا جوج الانواع ديال اللوز، يمكن اللوز ايفيلي واللوز كونكاسي، تضيفوا عليه الجنجلان على حسب وكيف ما بغيتوا النوغاتين تكون عندكم. هنا غادي نستعمل هذا المول تاع السيليكون اللي تيدخل الفران. غادي نخلي هذيك النوغاتين حتى تبرد ليا شويه باش نقدر نمسها بيديا. هنا راه كيف ما شفتوا تنستعمل هاد المعالق بجوج لانها سخونه بزاف، ما نقدرش نقيسها بيديا، تتكون سخونه بزاف هي باش ما تحرقوش. صافي غادي نعمرهم كاملين. من بعد فاش غادي تدخل الفران هي راه غادي تاخذ بلاصتها وغادي تذوب وغادي تقاد. هنا غادي نوضع هاد السيليكون في طاوه، وغادي ندخلو الفران اللي سخون على نار مهيله حتى تاخذ ليا داك اللوين الذهبي، ما نخليهاش تيفوت فيها الطياب. هنا غادي نشارك معكم نوع اخر من النوغاتين اللي هو نوغاتين ديال الجنجلان. تنوضع نفس المقادير: 50 غرام ديال الجليكوز، 50 غرام سكر كلاصي، 50 غرام ديال الزبده، وكذلك 2 معالق ديال لا كريم فريش. كندوبوهم مزيان، وغادي نعاود نضيف عليهم 120 غرام ديال الجنجلان. غادي نحرك الكل جيدا. بالنسبه لهاد النوغا راه تجي مقرمشه ورطبه، يعني رطبه في العضه، راه تجي رائعه. جربوها ان شاء الله وراه غادي تنجح معكم. بالنسبه للنوغا ديال الجنجلان غادي نستعمل هاد المول تاع السيليكون اللي مثقوب من الوسط. بالنسبه لهذا الشكل انا تنزين به لي صابلي، وديك الوسط ديالو تنعمرو بالكاناج ديال الشوكولات، او اللي يمكن لكم تعمروا بالكركاع على حسب الرغبه ديالكم. بعد ما كذلك غادي نعمرها، غادي نديرها في طاوه، غادي ندخلها الفران، وغادي نخليها كيف ما شفتوا راه تتبدا تتبقبق غير على الخاطر حتى تطيب من الجناب. راه تتبان لكم شاده الطياب ديالها. كاين بعض المولات اللي تتسيح منهم تتخرج منهم، فاش تتكون سخونه تتبداو ترجعوها للبلاصه ديالتها هي بالمعلقه، وتخلوها حتى تطيب على خاطرها. بعد ما كطيب هاد النوغاتين ما تنزولوهاش في نفس الوقت، تنخلوها حتى تبرد في السيليكون ديالها، يعني حتى تبرد على خاطرها. من بعد تتزوليها عادي وتستعمليها. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. وإلى نال الاعجاب ديالكم ما تنسوش تدعموني بلي لايك وبالبارطاج لتعم الفائده، واي تساؤل خلوه لي في لي كومونتير.
مرحبا بكم بالصحة والراحة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.